ايه فيديو يا فندم؟ اتفضل. ايه عشان كده اديله. الاثنين بعد ما طلعوا السماء، طلعوا السما برضه بطرس القديس بطرس وبولس، فلما طلعوا السماء العهد الجديد قنن يعني في نهايه المئويه الاولى، فالاثنين قاعدين فوق وفي مجمع اقروا ان في رساله للقديس بطرس تنفع تبقى سفر. في رساله لبطرس قال لك ايه تنفع تبقى بجد والله؟ تنفع ده هو بمزاجكم ولا ايه؟ هم عندهم الوحي، هو عندهم الوحي بالكيف اللي هو والله احنا شايفينها تنفع. ولقوا رساله القديس بولس الرسول كاتبها لواحد اسمه فيليمون، ولقوا رساله بولس كان كاتبها لفيليمون، فقال لك طب ايه رايك نحطها معانا وخلاص؟ فيها ايه؟ شكلها حلو حتى وفيها شويه كلام لطيف. فيها ايه يا جماعه؟ فين الوحي؟ انا مش يعني هو انتوا كنتوا بتختاروا بالطريقه دي اللي هو ايه والله بصوا في كلام، في كلمتين حلوين هنا ناخدهم الله يكرمك. ايه يا جماعه في ايه؟ حطها معاه في الرسائل في يلا. الاصفار. حطها معاه في الاصفار. يلا حطها يلا. مش ده فيديو ثالث، خلي بالكم كده احنا معانا 3 فيديوهات. احنا بنشكر القس يوسف سمير، بنشكرك، ربنا يهديك يا حضره القس، تتوب الى الله سبحانه وتعالى من الهراء اللي انت بتقوله ده تهريج. ان انت تنسب كتب دي لله ده تهريج. خاف ربنا عشان هيحاسبك على الكلام اللي انت بتقوله ده. القديس بطرس وبولس قاعدين في السماء فوق وبيبصوا، لانه حدث كتابه العهد الجديد وتقنين العهد الجديد ده حدث، فبطرس وبولس بيبصوا لبعض. الجوابات بتاعتنا دي رساله، دي رساله يا جماعه. احنا كنا بنهزر والله، خدتوا الموضوع جد يا رجاله. دي رسائل يا جماعه، ليه تاخدوها واحده؟ وقاعدين في السماء برضه، هو كله عنده قاعد في السماء.